حبايب قلبي، صباح الخير وصباح الورد والياسمين على اجمل متابعين. وحشتوني جدا جدا يا جماعه. بصوا بقى انا بصراحه يعني ايه بفكر ان انا اغير لكم المقدمه دي. بس انا يا جماعه بحب اقول والله اللي في قلبي. يلا يا حبايب قلبي كده هنبدأ يومنا ان شاء الله. هنا انا قلت اما اعمل البلكونه، كان بقالها فتره كبيره معفنه ومنتنه ومليانه عنكبوت. وبالمره كده قلت اعمل التكييف من بره اللي انا محتاسه بيه العطلان. والله ما عارفه اعمل معاه ايه. فقلت كده ايه اديله كده تنفيضه، هو اصلا يا جماعه عايز يتغسل يعني مش عايز يتنضف بس انا قلت اعمله، وبعد كده بقى اخلي شريف هو اللي بصراحه ايه يعني بيحب هو اللي يعمله، يعني يدلق عليه ميه وكده. المهم يا حبايب قلبي يلا كده ايه هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا اللي ما اشتركش في القناه كده ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. وعايزاكم يا جماعه تحطوا لايك للفيديو، واللي كسلانه بصوا بقى، اللي كسلانه تقوم تعمل حاجه يلا انا بشجعكم اهو. بصوا انا بشجع نفسي وبشجعكم بصراحه ربنا، انا اصلا ما كنتش قادره اقوم اعمل حاجه وفي نفس الوقت كنت كسلانه. بس انا رجعت قلت ايه، طب وبعد ما اكسل وبعد ما افضل قاعده هستفاد بايه؟ لا قومي يا بت كده اتشمللي وشوفوا وراكي ايه. المهم يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، هنا نظفت الحيطان يعني زعفتها، وعملت كده التكييف يعني على قد ما قدرت. وبعد كده بقى قلت ايه، بصراحه بيني وبينكم انا كنت مشغله الغساله على شويه غسيل. وقلت انضف بس البلكونه الاول. المهم عايزه اقول لكم ان انا ما بعرفش يا جماعه انشر ولا اعمل اي حاجه الا لما انضف الارض. بس طبعا مش كل مره، يعني انا مش هكدب عليكم، يعني لما بلاقيها كده متوسخه احب ان انا ايه انضفها الاول. المهم جبت هنا شويه ميه بقى بصابون وكلور وبتاع. قلت انضف كده الوزره بقى على الارض. وبعد كده اروح مسحاها واشوف بقى انا ورايا ايه. يعني كنت هنشر شويه غسيل، وبصراحه بيني وبينكم الستاره بتاعه البلكونه كانت المفروض ان انا برضك اشيلها واغسلها، بس انا ما بعرفش اشيلها لوحدي. مع اني عندي سلم، بس ايه يعني زي ما تقولوا كمني مره كده وانا واقفه. كنت بفكر ان انا اشيلها يعني لوحدي، فعيني عيني يا جماعه عيني ضربت على تحت في الشارع. وبستر ربنا لولا ان انا مسكت في الباب بتاع البلكونه انا كنت هقع في الشارع. فمن ساعتها بقى لازم يكون في حد معايا. المهم طبعا هي روان هنا اللي كانت بتصورني بس. فطبعا زي ما انتم شايفين كده خلصت عايزه اقول لكم يا جماعه الحمام والعصافير مبهدلين البلكونه. وبصراحه انا مستحرمه ان انا يعني ايه اديهم لحد، يعني عشرة بقى يا جماعه بينا بقالنا كده كام سنه مع بعض، تقريبا 5 سنين او 4 سنين. فمش هين عليا. بس بالنسبه للحمام ده جاي من عند الجيران مش من عندي، بس عايزه اقول لكم بهدل الدنيا. السور بتاع البلكونه بقى والغسيل والدنيا دي كلها. بس ايه يعني بقول يلا بقى، ما هي الناس كلها بتشتكي من الموضوع ده مش انا بس. وعلى قد كده والله العظيم انا عايزه اقول لكم انا بحبهم وبحط لهم ميه. يعني لو تاخدوا بالكم كده في منشر الغسيل، شريف عامل زي كوبايه كده بحط لهم فيها ميه يعني يشربوا كده، بقول ثواب وفي نفس الوقت ايه يعني كده يعني. المهم هنا بقى ايه كان الغسيل خلص. روان قالت لي يا ماما ده الغساله صفرت. المهم رحت مطلعه شويه الغسيل. كانت معظم بقى من الفوط اللي عندي مش نضيفه، مش كلها بس كانت معظمها مش نضيفه. ده اللي خلاني بصراحه اشغل الغساله. المهم هنا كنت بعمل ايه دول بقى كانوا شويه غسيل زي ما قلت لكم. بالنسبه للستاره انا قلت هخليها لان طبعا كان شريف مش موجود، فقلت خليها لما يكون هو موجود. يعني ايه نشيلها قصاد بعض وكده. عايزه اقول لكم كمان عشان تقيله بتبقى رخمه شويه، الماسوره بتبقى ماسكه في المجرى بتاعتها. فايه بتبقى مش راضيه تطلع يعني، فما كانش هينفع ان انا اشيلها لوحدي. فالمهم ايه مع ان روان كانت بتقول لي يا ماما انا هشيلها معاكي، بس انا قلت لها لا. خلاص المهم زي ما انتوا شفتوا طبعا انا عشان انشر الغسيل نضفت بقى السور ونضفت الحبال والدنيا دي كلها وكده. عايزه اقول لكم لما بسيب الغسيل يبيت بقى على الحبل، بصحى الصبح يا جماعة الاقي بواقي الحمام بتاع الحمام يعني. ساعات بصراحة باخده اشطفه في الغسالة يعني بقرف منه، ولو مش متوسخ اوي بصراحة بطنش. المهم هنا زي ما انتوا شايفين تحت السرير بقى كان بقاله فترة كبيرة قوي ما شلتهوش، يعني ما شلتش الحاجة كده اللي تحتيه. المهم زي ما انتوا شايفين هنا شلت الكراتين. كنست بالمكنسة ورحت بقى مرجعة ايه كل حاجة مكانها. عايزة اقول لكم ان الكراتين دي يا جماعة دي كانت اللي حاطة فيها حاجات رحمة بنتي اللي هي بتاعت الجهاز،
واحتفظت بيها لان هما ايه الكراتين دي متينه من اللي هي بتستحمل يعني الحاجات التقيله وكده. فقلت ايه يمكن احتاجهم في يوم من الايام، فمرضتش بصراحه ان انا ايه افرط فيهم. بالنسبه للسجاجيد اللي انتوا شايفينها دي مش نضيفه. دي انا ان شاء الله ناويه باذن الله لما انوي ان انا اغسل السجاد هطلعهم هما كمان ايه يبقوا بالمره، يعني فاهمين قصدي؟ يعني انا يا جماعه عندي السجاد بتاع الشقه كله انا حسيته كده ساعه رمضان ان هو مش متوسخ. فايه قلت استنى كده شويه يتوسخ حبه اكتر، واروح بقى بعتها للراجل بتاع المغسله يبعت الواد يجي ياخدهم كلهم يغسلهم. وبالمره بقى ايه هطلع السجادتين دول لان انا بصراحه كنت شايلاهم مش نضاف، يبقوا بالمره. طبعا دي اول مره في حياتي عايزه اقول لكم ان انا اشيل ايه سجاد مش نظيف. في واحده ممكن تقول دلوقتي ايه لا ده انت كدابه، طب ما احنا كلنا بنعمل كده. هقول لكم لا يا جماعه والله العظيم بجد، يعني دي اول مره في حياتي. انا كنت دايما اي سجاده ادام هشيلها مش هفرشها اشيلها نظيفه. بس لما لقيت بقى ان انا ايه يعني هغسل كله قلت ايه يبقى دول بالمره. فقلت مش مشكله يعني. فهنا بقى ايه كنت فرشت السرير طبعا بملايه نظيفه خلاص. وبعد كده قلت بقى ايه هعمل يعني ايه السرير التاني، انا اغير الملاية بتاعت السرير التاني بالمرة. عايزه اقول لكم ان كيس المخده ده يعني بالطقم نفسه، الطقم كله يا جماعه ده جه ضيق على على المخدات وصغير على السرير. هو ما بقالوش كتير قوي عندي يعني، بس هو جه بالغلط يعني جه المقاس بتاعه صغير مع انه جاهز يعني انا مش مفصلاه. ف بس الطقم اللي هو على السرير اللي انتوا شايفينه ده اللي هو عليه ميكي ماوس ده كان يعني ايه مقاسه حلو. خلاص المهم هنا بقى قلت اما اروق الاوضه بالمره، يعني اخدها كده ايه ادام انا عملت تحت السرير يبقى ايه الاوضه كلها بالمره. هنا نضفت الفرشه اللي هي في الارض دي، نضفتها كده نفضتها يعني في الارض وبكنس بالمكنسه. خلاص. وطبعا الستاره يا جماعه نظيفه يعني انا لسه غسلاها من قريب، فحاسه بصوا ان الدنيا نظيفه فاهميني. بس الأوضة كانت محتاجة إن هي تتروق، يعني بصراحة روان كانت عايزة تاخد المكنسة وتعملها هي. بس بصوا أنا غيرها، يعني أنا ببقى عارفة أنا بعمل إيه. أنا بيبقى ليا نظام يا جماعة فاهميني، ببقى ليا نظام كده في ترويق البيت. هي بصراحة بتساعدني في كل حاجة بس أنا يعني غيرها. المهم هنا إيه الطبلية دي يا جماعة أنا أمنية حياتي أتخلص منها. هعمل إيه في شريف جوزي اللي بيحبها، بيحب ياكل عليها قوي. انا بحب يا جماعه السفره، هو بيحب الطبليه. فدايما مختلفين انا وهو، اللي بيحب حاجه التاني ما يحبهاش. يعني عايزه اقول لكم حتى في الاكل مختلفين فيه، حتى في الحاجه اللي بتتشرب. يعني بصوا هي حاجه غريبه وحاجه بتضايق والله العظيم. عايزه اقول لكم كل ما اقول لحد الكلام ده يقول لي ايه طب ما احنا كده. مثلا واحده تقول لي ايه طب ما انا وجوزي برضك مختلفين في كل حاجه. يعني بحس ان مش انا لوحدي، بحس ان كل اللي حواليا او معظمهم كده. فببقى فرحانه بقى ان انا ايه يعني انا مش بنعمل حاجه غريبه فاهمني. المهم هنا ايه السجاده كنستها بالمكنسه وقلت اعملها كده ايه يعني اعمل الارض بالمكنسه، ما كانتش محتاجه ان هي تتمسح او كده. عايزه بقى اقول لكم ان انا وفي ناس هتستغرب ان انا يا جماعه بقالي فتره قريبه في موضوع الكنس ده. يعني انا طول عمري لما اجي مثلا اروق احب امسح، ما احبش حته الكنس دي خالص ولا بالمقشه. لدرجة ان انا بقيت ايه اما اسمع من مثلا من حد مثلا من اختي من حد بتاع لا احنا بنكنس الاول او بنكنس بس، اقول لهم لا انا ما بعرفش اعمل كده انا بحب امسح على طول. اكتشفت بقى ان انا يا جماعة اللي ايه اللي محبكاها قوي فاهميني. فبقيت بقى اعمل ايه زي ما انتوا شايفين كده مره مثلا لو الشقه مش متوسخه او اروح كنساها، متوسخه او اروح مثلا حاطه الشرشوبه ومسحه كده. فبقيت ان انا اسهل الدنيا شويه، ما بقتش ايه ست معقده. المهم ايه هنا دي كانت اخر حاجه الطرقه. نضفت الفرشه بتاعتها. عايزه اقول لكم زعلانه جدا ان الحروف بتاعتها بايظه خالص كلها. الحروف بتاعتها برمت. هتقولي لي ما انت عشان بتدوسي عليها، هقول لكم يا جماعه ما احنا بنتشنكل فيها، مش غاويين ان انا ادوس مثلا عليها وابوظها. فدلوقتي رحت قلبها الناحيه التانية يعني حطها على القلبه، قلت يمكن تتعدل، بس انا عارفه والله ان هي مش هتتعدل. فمفيش احسن من السجاد يا جماعه التقيل ده اللي بيبقى بصراحه ماسك نفسه، لكن الموكيت اللي هو الخفيف ده عيبه بقى في كده. ان هو ايه وانتي مثلا معديه تبصي تلاقي نفسك ايه دوست على الحرف، فالحرف مره في مره بيبرم يبوظ. فخلاص كده بتبقى الموكيتة شكرا، كل سنه وانتوا طيبين. هنا بقى يا جماعه البطانيه دي انا كنت غسلاها وحطيتها كده يومين في الشمسيه. وبعد كده ايه
لقيت روان سايباها على السرير وانا ناسيه خالص، اتسطلت في دماغي ان انا ايه احطها في الدولاب. رجعت قلت لها طب ما قلتليش ليه، ده انا نسيتك مني ان الاوضه بتاعتها ما بدخلهاش كتير، فايه نسيتها خالص وهي محطوطه على السرير متطبقه ومركونه على جنب وانا مش واخده بالي. فالمهم دلوقتي وانا بروق قلت لا اخدها بقى ايه اشيلها في الدولاب. بحب يا جماعه اطبق البطاطين كده زي البونبونايه، زي اللي هي بتاعت العرايس، يعني العرايس لما بنيجي نطبق لهم البطاطين كده في الدولاب، بنحب ان احنا مثلا ايه نبرمها بالمنظر ده. شكلها على فكرة بيبقى حلو وفي نفس الوقت ما بتاخدش مكان. فاللي ما بيعملش كده يا جماعة يعملها، لان انا عايزة اقول لكم انا بعملها كده من زمان حلوة. يعني انا دلوقتي عايزة اقول لكم ان في الرف اللي انتوا شفتوه فوق ده انا حاطة 3 بطاطين جنب بعض. لو انا بقى مطبقاهم التطبيقة العادية، الرف ده على قد ما هو كبير وغويط مش هياخد غير 2 بس. المهم هنا بقى قلت اغير ملاية السرير دي بالمرة. يعني هو السرير ده ملهوش نفس. عايزه اقول لكم المرتبه بتاعته متبهدله ومتكحوله. الفرش بتاعها بقى اتقطع والدنيا بايظه خالص فيها. وطبعا بقالها كتير، يعني كتر الف خير. انا السرير ده يا جماعه كنت جايبه له قبل كده مرتبه اللي هي السوسته، بس طبعا انا كنت حماره ما بفهمش فيهم، فطلعت مقلب ورميناها. المهم يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، هنا خلصت كل حاجه والحمد لله. يلا يا جماعه انتظروني في الفيديو اللي جاي. عايزه اقول لكم الدنيا لما بتروق بحس ان انا اللي بروق والله العظيم. يلا يا حبايب قلبي اشوفكم على خير، انتظروني بقى في الفيديو اللي جاي.